أعلن أسامة التونسي نجل الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف في المغرب عبد الرؤوف وفاة والده عن عمر ناهز 86 سنة، وذلك في حوالي الساعة 2 من صباح يوم الاثنين. وتداول عدد من مشاهير الوسط الفني المغربي نبأ وفاة عبد الرؤوف على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وقدم فنانون ورياضيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التعازي لعائلة الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة. وكانت منابر إعلامية تداولت قبل أسابيع نبأ تدهور الحالة الصحية للفنان المغربي عبد الرحيم التونسي ودخوله قسم الإنعاش. وكشف نجل الراحل في أكتوبر نقل والده إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بسبب ضيق في التنفس وانتفاخ على مستوى القلب. ويعد الفنان عبد الرحيم التونسي من أشهر الفكاهيين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح بداية الستينيات، وبصم على مشوار فني حافل بالنجاحات، وظلت شخصية عبد الرؤوف ترافق مشواره لعقود طويلة. ولد عبد الرؤوف في دجنبر سنة 1936 بمدينة الدار البيضاء، ووصف بأسطورة الكوميديا منذ ظهوره لأول مرة على خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي.